طماع يا سعيود، ودفاع الهلال يمنع الهدف، والرائد في خطر حقيقي على الهلال. الرائد يهدد خطر حقيقي على الهلال. سعيود يا حريف، سعيود يا لعيب، نقل واحدة في الجانب الايسر الى عرضية ومحاولة، لكن الابعاد من البليهي وياسر الشهراني. رجعت الكرة لمسة في الجانب الايمن، محاولة ارسال العرضية من محمد سالم لمحاولة جوه المنطقة. اللعب عند سافيتش، ميلينكوفيتش ينقل في اليمين، ميشائيل مع الكرة، ميشائيل يلعب الكرة العالية، ميشائيل عند متروفيتش، ولكن هنا على طول ممكن يأمن كويس منصور البيشي في وسط الملعب. اتقطعت ادي الكرة الى مترو يلعب الكرة مترو، لكنها مرت بعرض الملعب. لسه عند ميشائيل يسلم الكرة لسعود عبد الحميد، يلعب الكرة العرضية العالية، محاولة عند متروفيتش، لكنها بمحاذاة القائم الايمن والى ضربة مرمى. اول فرصة هلالية حقيقية على المرمى، والى ضربة مرمى من نصيب نادي الرائد. ميشائيل على يمينه سعود، لكن ميشائيل استلم ودار ميشائيل لسه مع الكرة. ميشائيل عايز يلعب بالعرض، زودها جدا واتقطعت. دوري روشن السعودي اللي انطلقت النهارده بانتصار الوحده على الطائي 3-0. كرة في اقصى الجانب الايمن، محاولة من ميشائيل، لكن نشوف الحذر والترقب، ونيفيز يلعب الركنية عند سافيتش، لكنها بتعلى عن العارضة والى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى. مرت الكرة لخارج ارض الملعب، واداء بينية حلوة للدوسري اللي يلعب العرضية، لكن امن عليها سافيتش لسعيود من جديد. سعيود عدى، يا لعيب، لكن محدش كمل الكرة، محدش كمل مع سعيود، لكن هايل في التغطية امير سعيود. وهنا بين الجانب الايمن ميشائيل يلعب الكرة العرضية، محاولة الوصول عند المترو، لكن ترجع إلى مالكوم يهيئ الكرة لسالم يسدد كده وروحه، ولعب الكرة في الجانب الأيمن لمحمد الدوسري، حلوة لأمير سعيود، ولكن المرة دي مر أمير الشهراني لمالكوم مرة تانية بالجنب اليسار. مالكوم عدل لنفسه كويس ورجع عند ياسر الشهراني، يسدد ياسر ولكن يحط راسه وعمر جونزاليز، وإلى ضربة ركنية من نصيب نادي الهلال. ضربة ركنية من عمق، يعني مش الا بقى مثلا لو انت حطيته راس حربة، وبتلاقيه دايما كتير بيهرب على الطرف اليمين. لروبن نيفيز بالجانب الايسر الى ياسر الشهراني، ياسر مع الكرة، ياسر يرجع ياسر من جديد، ادي هنا اللمسة عند روبن نيفيز، يلعب العرضة حلوة، متروفيتش المترو، السفاح الصربي يحضر بالهدف الاول في ظهوره الاول برأسيته المعتادة. المترو وصل يا رجالة، السفاح الصربي يسجل الهدف الاول للهلال بعرضية رائعة من نيفيز. المترو وصل يا رجالة، وصل متروفيتش. مالكوم عدى مر مالكوم، لعب الكرة العرضية مالكوم عند سالم، ولكن هنا من عن طريق متروفيتش لميشائيل، يمرر الكرة لمتروفيتش، محاولة عند ياسر، ولكن يصفر حكم المباراة خطأ، ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الهلال، وانذار على عمر جونزاليز وسلام. مين اللي هيسدد هنا المرة دي؟ سافيتش يسدد، ولكن اندري مورييرا يتصدى للكرة بكل هدوء. حلوة المحاولة وحلوة التسديدة، واللقطة كانت جميلة من سافيتش. الحل الفردي لكن يحطها حلوة في الجانب الايمن. هنا ياسر الشهراني، لكن رجعت مرة تانية عند امير سعيود مع الكرة، سعيود يسدد ظل الاندفاع الريداوي بعد استقبالهم للهدف، لكن يشوف سعود عبد الحميد يلعب الكرة العالية، ولكن هنا الابعاد الدفاعي فيها راية وصفارة، خطأ، ضربة حرة من نصيب نادي الرايد. عدي سالم، يمر سالم بعرض الملعب، حلوة لميشائيل، عرضية من ميشائيل، متروفيتش مرة تانية، لكنها تعتلي العارضة والى ضربة مرمى. شوف اللقطة اللي فاتت، شوف المحاولة من سالم عند ميشائيل، سعود عبد الحميد، سعود اللي يمرر كرة في اقصى الطرف الايمن عند مالكوم، ولكن وضربة ركنية. روبن نيفيز يلعب الكرة، قابل معاها جحفلي، ولكنها الى ضربة مرمى من نصيب نادي الرائد. جهود سافيتش
لكن نشوف الكره الاماميه. سعيود وجعفري استلم كويس. سعيود حطها حلوه لتافاريز اللي يلعب جوه منطقه الجزاء، حلوه لكن في العارضه، حلوه ولكن في العارضه بتهديد في اللقطه الماضيه. لسه الخطوره ريداويه، لسه ريداويه، ولكن فيها رايه مرفوعه، تسلل، ضربه حره غير مباشره. حلوه المحاوله في اللقطه اللي فاتت من معلوم. ايضا نشوف محاوله التقدم، نشوف هنا الانطلاقه من الجانب الشمال، محاوله موجوده. سنبل يسدد، ياسين بونو، ثم عوده من جديد. ياسين بونو للمره الثانيه ينقذ مرمى الهلال. ياسين بونو هنا يطمئن الهلاليين، لكن ضغط ريداوي ناجح في شوط. لاعب لسعود، سعود لاعب العرض، وصلت الكرة ياسر الشهراني اندري مورييرا، والشهراني مرة أخرى وركلة جزاء للهلال، ركلة جزاء للهلال، المرتدة السريعة. مورييرا وسالم بيتقدم، سالم يسجل الثاني، سالم ويروح يحتفل مع الجماهير الهلالية. الهلال يتقدم بالهدف الثاني على الرايد، 2-0 في الدقيقة 55 من علامة الجزاء. سالم الدوسري يضيف الهدف الثاني عشان تبقى 2 الهلال لا شيء الرايد. نيفيز بيحاول هنا سقوط على أرضية الملعب، وسط يلعب كرة طويلة أمامية في أقصى الجانب الأيمن، محاولة من خمسة المرة دي في أقصى الجانب الأيمن، ولكن الكرة العرضية وإلى خارج الملعب وإلى عند ياسر الشهراني اللي يلعب العرضية مرة ثانية. هنا المرة دي متروفيتش، ولكن يصفر حكم المباراة، فيها خطأ على الصربي، ضربة حرة. فهد مع الكرة، الفهد يلعب الكرة الطويلة أمامية جوه منطقة الجانب الأيمن لعرضية عالية، محاولة الوصول إلى المترو، لكن البرازيلي مالكوم مر مالكوم وسع لنفسه مالكوم، وهنا التسديدة والهدف الثالث. مكتوبة لك يا سالم، الحكم بيدي إتاحة فرصة وسالم يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69. سالم الدوسري يضيف الهدف الثالث، 3-0 لمصلحة الهلال. يا سلام، يا مالكوم يمرر الكرة على الأرض، وأدي التمرير عند ميشائيل، يلعب بينية، وهنا السقوط. حكم المباراة بيقول ما فيهاش أي حاجة، سهلة عند حارس المرمى. لا 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 لا، ما ينفعش، لا يليق بالمباراة. هنا الإنذار الثاني والطرد أهو صح، يبقى إذن طرد هنا وطرد هناك، طرد للهلال وطرد للرائد. وفي الدقيق من دفاعات نادي الرائد إلى كرة طويلة أمامية، أمير سعيود بيحاول، ولكن ياسين بونو يتدخل بالعرض يحافظ عليها. مالكوم استلم، بيدور على أي حد من زمايله يمر، ثالث استسلم تماما. وأدي الكرة من سالم، مر سالم، عدى سالم، وعبد الله الحمدان على مرتين الحمدان يسجل الرابع. عبد الله الحمدان مستحقة للهلال ومستحقة للحمدان. الأولى تألق فيها مورييرا، والثانية الحمدان جابها.